دي حرفيا اخر عربيه كهرباء بي واي دي نزلت، اخر اصدار جديد من بي واي دي، وهي البي واي دي سونج ال. بي واي دي سونج ال واحده من العربيات اللي بتنتمي لعيله الداينستي. عيله الداينستي دي اللي فيها مين بقى؟ اللي فيها التانك ماشي، وفيها اليوان بلس، وفيها اليوان برو، وفيها السونج برو اللي ما بتنزلش عندنا الهايبريد، وكان فيها السونج الشكل القديم. فعيله الداينستي دي معروفه منين؟ معروفه من الحته دي، حته كده الايه الشنب الغريب ده بتاع بي واي دي، ده في عيله الداينستي. طيب السونج ال هي عربيه عارف انت العربيات الليفت باك؟ عارف بي ام دبليو اكس 4 مثلا، اودي كيو 3 او كيو 4 الليفت باك كده يعني. العربيه دي مختلفه وشكلها من الجنب مختلف، بس خليني اقول لك من قدام هي قصتها ايه. من قدام هتلاقي نفس الدراجون فيس الموجود في الهال، ونفس الموجود في شبه شويه اليوان بلس، ما بقاش شبه السونج دلوقتي خلاص، بقى شبه ايه اليوان بلس. من قدام شكلها سبورت قوي، الشبكه اللي تحت السوداء الكبيره دي عامله فيها سبورت قوي زياده عن اللزوم، مع طبعا كل الاضاءات فول الليد مع اللاين الليد اللي هو جايب العربيه من اولها لاخرها. طيب من قدام هي شبه ايه قوي بقى؟ شبه الهان، يعني تحسها هان والله. لو شفتها كده وانت مش مركز قوي هتفكر العربيه دي بي واي دي هان اصلا، بس دي مش هان، دي حاجه اسمها سونج ال. بس قبل ما اوريك جنب العربيه خليني اقول لك يعني عشان متخيل العربيه دي قد ايه. العربيه دي بتيجي بطول 4 متر 84 سم، وبتيجي بعرض متر 95، وبتيجي ارتفاع متر 57 سم. فالعربيه دي مش صغيره. عايز اقول لك، عارف انت السونج بتاعتنا الكبيره دي اكبر منها لان السونج 4 متر 78 سم، ودي 4 متر 84 سم. فاحنا عندنا السونج ال دي اكبر حتى من السونج شامبيون العاديه الموجوده دلوقتي في شوارع مصر. القصه فين بقى؟ تعالى في الجنب، يعني القصه من الجنب هتبان فيه تفصيل اكتر وشويه حاجات كده اكتر هتبان من جنب العربيه. تعالى من الجنب بقى تبتدي القصه. انا بصراحه يعني مش هخبي عليك، انا واقف في غرام العربيه دي من قبل ما تنزل، يعني من اول ما هي كانت لسه سكراتش كده وشويه رسومات على ورق، وانا كان عندي شويه تسريبات عنها. انا حابب العربيه دي جدا العربيه شكلها حلو قوي، شكلها حلو جدا في الحقيقه، شكلها مختلف وشكلها رهيب جدا. بص يا سيدي، من الجنب اول حاجه هتلاقي الايام ده كله اسود ماشي، واخده الستايل بتاع الليفت باك. ومن ورا يعني، بص من ورا هقول لك من ورا لما اروح ورا. خلينا في الجنب دلوقتي، هتلاقي في كام تاتشايه كده بيانو بلاك، الدوائر بتاع العجل كلها بيانو بلاك ماشي، الاوكر الموجوده جوه الباب. وافتح الباب، فريمليس. دي عربيه فريمليس بزجاج طبقتين، حتى الازاز هنا لو بصيت عليه حاول اجيب لك تفصيله، الازاز هنا طبقتين والعربيه فريمليس. دي واحده من العربيات تفصيل الجنب حلو قوي. عندك تحت قلت لك العربيه دي بتحاول تفكرنا شويه بالسين، فانت عندك عتبه برده فيها شويه حركات، يعني انا عربيه مش عاديه، انا عربيه سبورت، انا عربيه بتاعت لعب بتاع الجري، فبتحاول توصل لنا ده في كل حته، في كل زاويه بتحاول توصل لنا. هتفضل ماشي مع السقف عادي لحد ما تلاقي السقف معاك بيخلص بالزاويه بتاعت الليفت باك، وعندنا السبويلر كبير نوعا ما موجود. يبقى سبويلر تاني ورا، يعني غير ده في سبويلر تاني هوريه لك لما نفتح الشنطه ونتكلم على المساحات الخلفيه والجنب بتاع والظهر قصدي بتاع السونج بلس. عندك اكيد المرايات عندك اكيد المرايات فيها 360 وفيها كل الاوبشنز العاديه الرهيبه اللي احنا متعودين عليها من بي دي. تعال نبص على ورا بقى عشان الظهر حكايه. ظهر السونج ال ديزاينه بتاعه حوار يلا بينا. الظهر بقى حكايه قصه وحدوته، يعني هحاول اجيب لك، يعني لو باين في فيديو هتشوفها تمام، مش باين قوي هجيب لك، هحاول اجيب لك فيها كام صوره. العربيه دي من ورا شبه قوي لامبورجيني اورس، ما بهزرش. من ورا دي عربيه فخامه وقوه وعضلات كده، تبص على العربيه من ورا تحس ان في فرد عضلات، في استعراض قوه. بالاضافه للسبويلر المتحرك ده بقى اللي بيفتح ويقفل على حسب سرعتك، ده اوبشن بتخليه اوتوماتيك. ممكن انت عايز تفتحه كده ايه منظره تفتحه وقت ما انت عايز تفتحه، وعايز تقفله تقفله، فحركات لطيفه. الاضاءه الليد مكمله العربيه بالعرض كلها، قوه العربيه كلها، والشنطه الكهرباء. طيب بما اننا بنتكلم في ليفت باك، فمساحه الشنطه هنا مش اكبر حاجه، فاحنا هنا مساحه الشنطه هتبقى حوالي 410 لتر. ده مش رقم صغير خالص، بس برضه مش رقم ضخم او مش الحاجه الكبيره. وعندنا هنا مساحه تخزين بسيطه تحط فيها الشواحن والكابلات وشويه الحاجات العاديه بتاعه العربيه. وخليني اقول لك ان المايك اتغير، يعني هحاول اعمل لكم فيديو للمايك الجديد
بتاع بي واي دي، بس المايك بتاع الفيرجنز دي اتغير دلوقتي، ما بقاش نفس المايك القديم اللي احنا كنا بنجربه. في ابديت حتى في المايك، حاجه تافهه بس فيها ابديت يعني. المهم نقفل بقى السونج ال، وتعالى نفتح كبوت وهقول لك شويه عن المواصفات، لان المواصفات برضو فيها شويه حاجات مهمه، فيها شويه تفاصيل مهمه. مواصفات السونج ال مهمه قوي، مهمه قوي. العربيه دي من العربيات القويه واللي سعرها منافس على فكره. يعني هقول لك انا ان في الاخر سعرها هتلاقيه قريب جدا من سعر حاجه زي السونج الشامبيون اصلا. فالناس بقى اللي بتحب حاجه شكلها مختلف ومش مهم قوي المساحات، او مش حابه قوي شكل السونج ال، مش حابه قوي شكل السونج الشامبيون، هتحب شكل السونج ال ان هي عربيه شكلها مختلف ورياضي اكتر. فتعالى بس اقول لك على المواصفات بتاعه البي دي سونج ال. يلا بينا. مواصفات بقى وارقام، ارقام مهمه قوي للبي دي سونج ال. هفتح الكبوت الاول، اقول لك ان هنا في مساحه تخزين، في زي شنطه كده صغيره حوالي 45 لتر تقريبا، مش حاجه ضخمه قوي، مش حاجه كبيره قوي، بس برضه كلها حاجات ايه تساعدك ان انت تحافظ على شنطتك ورا فاضيه. بالنسبه بقى لارقام ومواصفات، فالعربيه دي بتيجي بخمس فئات. اول فئتين بيمشوا 550 كيلو، بطاريه 71 كيلو وات، وموتور 150 كيلو وات بيطلع 200 حصان. 200 حصان دول بيخلوك قادر تتسارع من 0 ل 100 في حوالي 8 ثواني ونص. دي تقريبا نفس البطاريه اللي كانت موجوده في السونج بلس الشكل القديم 71 كيلو وات. دي بطاريه معتاده من بي دي واستعملوها كتير قوي في عربيات كتير. النسختين اللي بعديها بقى بيمشوا 660 كيلو متر او 662 كيلو متر في الشحنه الواحده. اللي هتيجي بموتور اكبر 230 كيلو وات بيطلع حوالي 313 حصان او 320 حصان، حاجه في الرينج ده، وبيخليها يقدر يسرع من 0 ل 100 في تقريبا 6.9 ثانيه. دي نسخه اللي موجوده احنا بنصورها دلوقتي. في بقى نسخه هنطلع على ميلاتس درايف دلوقتي في الثلج بره، نسخه الاول ويل درايف اللي بتيجي ببطاريه 87 كيلو وات، برضو نفس البطاريه اللي فاتت، بطاريتين 87 كيلو وات، بس البطاريه دي بتمشيك 600 كيلو متر لانها اول ويل درايف بموتورين، موتور قدام وموتور خلفي وموتور امامي، بيطلعها حوالي 520 حصان. العربيه دي تتسارع من 0 ل 100 في 4.3 ثانيه. ارقام سونج ال سواء على الفئه ال 550 كيلو على سعرها هتبقى كويسه، والفئه ال 660 كيلو هتبقى ممتازه، وفئه الديول موتور احنا هنشوف سونج ديول موتور بالرينج 600 كيلو هي ديول موتور، ده رقم لطيف جدا. ودي يعني اوبشن حلو، مش دايما بنلاقي عربيات الموتورين دول او الديول موتور يعني تبقى غاليه قوي 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 قوي، يعني تبقى اوت اوف بادجت كده كده تلاقيها بارقام كبيره، يا اما بنلاقيها سعرها طبيعي بس الرينج بتاعها بيدروب، ما بيبقاش فيها رينج اصلا، في الاخر 300 كيلو ولا 350 كيلو. انما 600 كيلو حتى لو في الاخر مش هيدونا 600، بس هو يبقى اوفيشال 600 وعندنا موتورين في الاخر هيبقوا 450 هيبقوا 500 ايا كان، ده رقم لطيف على الاول ويل درايف. لان احنا حتى زمان الحاجات اللي جربناها الاول ويل درايف زمان كانت الهان والتانج في الاجيال القديمه كانت 550 كيلو متر، وكانت ما بتوصلش طبعا للارقام دي. ده بالاضافه طبعا الى اسعار اغلى من السونج ال بمراحل، يعني بحبه حلوين. التانج والهان اغلى من السونج ال بارقام مش قليله، حوالي 5 6000 دولار تقريبا. يعني السونج ال يبقى فيها ديول موتور، موتورين 500 وشويه حصان، وتبقى بتطلع العربيه من 0 ل 100 في 4 ثواني فاصلة 3، يعني تقريبا زي التانك، وبتمشي 600 كيلو متر على الديول موتور على نسخه الموتورين، وتبقى ارخص من التانك بحوالي 4 5000 دولار. ده رقم ممتاز. يعني العربيه دي تبقى صفقه للناس اللي بتحب الشكل ده. انا عارف ان الشكل ده ممكن ما يتفقش عليه كل الناس، يعني مش كل الناس هتحب الشكل والديزاين بتاع سونج ال، يعني ده عايز حد ايه مختلف، يعني حد ايه مش كل الناس هتحب على فكره الديزاين العجيب الغريب الرهيب ده. بس فاحنا كده خلصنا كل الديتيلز اللي بره. هنخش جوه في شويه حاجات حلوه قوي، في شويه تغييرات انت اللي تقول حلوه ولا وحشه مش عارف، يعني شويه حاجات جديده من بي دي عموما ومختلفه شويه عن الطبيعي بتاع بي دي. فيلا نخش نشوف الانتيريور بتاع البي دي السونج ال. يلا بينا. الانتيريور بتاع السونج ال، يعني الانتيريور بتاع السونج ال مختلف شويتين عن الطبيعي والعادي بتاع بي دي. بص احنا دايما بنشيد بخامات بي دي، يعني انا من الناس او من المعجبين بخامات بي دي من زمان، بس خليني اقول لك ان السونج ال رغم ان خامات بي دي اصلا كده كده من احسن يمكن الخامات الموجوده في السوق الكهرباء بتاعنا، الا ان الخامات في السونج ال اتحسنت عن العادي. الخامات هنا مختلفه، احسن من السونج بلس، احسن من اليوم بلس، يعني بتضاهي الخامات الموجوده في الهان والتانج، يعني لو ما كانتش احسن من التانج كمان شويه. فالخامات هنا في تطور في الخامات بشكل كبير يعني. وعلى فكره تعبير تيست درايف كمان الانتيريور بتاعها مختلف، هتلاقيه كله الكانتارا كده وكله قماش في سبورت، في حاجات النسخه الفول ويل شكلها بيبقى مختلف شويه. نرجع بقى للحاجات العاديه. من الحاجات اللي شكلها غريب وبصراحه ما عجبتنيش، هي الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش في العربيه تقريبا، هو شكل الدركسيون. شكله كلاسيك زيادة عن اللزوم، يعني كنت عايزه شويه رياضي، يعني عايزه شويه رياضي عن كده، يعني حاسه كبير، مش عارف، انا حاسه كبير شويه بصراحه، وحاسه كلاسيكي قوي،
هو مريح وخامته حلوه، هو مش بلاستيك جلد، وفي هيتنج وفنتيليشن وكل حاجه في النسخه هيتنج بس فنتيليشن يعني في هيتنج للنسخه لا على نسخه، بس كان نفسي شكله يبقى احلى من كده. طيب من الحاجات بقى ايه اللي انا لاحظتها وزعلت عليها في الاول، انا اتخضيت. يبقى اتخضيت من ايه؟ ما لقيتش الزرار بتاع الروتيشن. معلش يا باشا، الروتيشن بتاع الشاشه ده انا بعمله في كل فيديو، مش هتيجي انتوا تبوظوا لي فيديوهات وما تعملوش روتيشن. هم شالوا زرار من هنا بس الحمد لله ايه، لسه موجود هنا، والشاشه لسه محافظه على اللفه الجميله بتاعتها. الشاشه لسه بتلف الحمد لله يا رب، لسه في نفس الاوبشن ده ما اتشالش، لان ده بصراحه بالنسبه لي من علامات الفريق في بي واي دي. كان دايما ايه زمان لما نبدا نتفرج اي حد على العربيه بي واي دي يبص عليها، كنا اول ما نعمل له كده فاهم يندهش يعني منبهر. مش عارف لو الاوبشن ده راح الناس هتنبهر بايه. قصدي العربيه فيها حاجات كتير حلوه بصراحه، حاجات كتير مبهره يعني. فتعالوا بقى نبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكراسي كبيره، اكبر شويه من كراسي اليون بلس، او الكراسي دي تقريبا نفس حجم السونج بلس مع ابجريد للماتيريال. الكراسي هنا سوفت اكتر وطريه اكتر من الكراسي بتاعه ال اللهم صل على النبي، طريه اكتر من الكراسي بتاعه السونج وبتاعه اليوان عموما يعني. قريبه شويه من كراسي الهان مثلا، يعني هي العربيه دي قريبه جدا آه، من الهان. ديزاين التابلو كله جلد في جلد، ما عندناش اي بلاستيكات خالص، مفيش اي استرخاص خالص. مش هنعرف نقول نص كلمه على الماتيريال هنا، ما عندناش اي كومنت ينفع يتقال على الماتيريال في السونج ال اطلاقا نهائي. مفيش الكلام ده، مفيش حاجه نقولها اساسا سلبيه. عندك كده ديسبلاي كلير جدا، واضحه جدا، نفس اللي كانت موجوده في البي واي دي سي. العربيه دي اوفرول في حاجات كتير قوي قريبه من البي واي دي سي. عندك امبنت لايت بطول التابلو كله وفي البيبان طبعا كده كده. عندك شاشه العدادات او الشاشه بتاع التابلو الكلاسيك، مفيش اي حاجه مختلفه، مفيش اي حاجه غريبه. شويه ثيمز بقى بتتغير برضو زيها زي قبل كده من بي او دي. وعندك نفس الشاشه ال 15.6 انش برضو دي ما اتغيرتش، هي نفسها من بي او دي. انما هنا في ابديت للسوفت وير بتاع بي او دي، السوفت وير بقى مختلف، بقى سموز اكتر، بقى في ديسكتوب، يعني الموضوع بقى ايه مختلف شويه عن العادي او الطبيعي اللي احنا السوفت وير بي او دي الطبيعي اللي احنا شايفينه. الاساس هو البيزك هو ما تقلقش، هتحمل عليه كل اللي انت عايزه عادي. كل الابلكيشن اللي انت هتحملها هتشتغل عادي زي ما احنا بنعمل، او كل ابلكيشن هنعرف نحملها لك عادي ونشغلها لك عادي. دي مش مشكله. يعني ده كده كده ثابت، ده بيزكس اساسيات السيستم واحده. انما طريقه العرض هي اللي بقت انضف وارقى كده، والعربيه بقت تحسها كده ايه بنت ناس، عارف انت داخل ديسكتوب يعني. بص في بار تحت وسوايب وفي شويه حاجات، فانت داخل مكان بقى احسن، ما بقتش تابلت قوي يعني يعني زي ما بقول ده الشاشه دي شبه التابلت، هي ما بقتش تابلت قوي، هي بقت شبه الكمبيوتر مثلا حاجه كده. فالشاشه بقت احسن، السوفت وير بقى احسن شويه. ده في الشاشات. تحت الشاشه على طول في حاجه بقى غريبه، بص يعني ايه تفصيله كده مش هتاخد باله منها. في هنا 3 فتحات هتلاقيهم غالبا لو رحت اتفرجت في معرض في هنا يعني في الصين مش في مصر. لو رحت اتفرجت في معرض هتلاقي ان دول متشالين. دول ايه بقى؟ دول 3 انواع معطر. يعني انت تفتح العربيه وتختار نوع المعطر اللي انت عايزه اهو مثلا، وهتختار ايه نوع العطر اللي انت عايزه، يبدا هو اوتوماتيك ايه يشغله كل شويه. يعني انت بتختار حتى طريقه تشغيله، عايزه يشتغل كل قد ايه او يرش كل قد ايه. تحتيها فتحات تكييف، تحتيها الوايرلس تشارجر ب 50 واط. بعد كده عندنا الحمد لله لسه في فتيس تقليدي، زرار الستارت، الباركينج، الزرار بتاع المود الايكو ولا النورمال ولا السبورت. دي الزرار بتاع الريجنريتيف بريكنج ستاندر ولا لارجر. وعلى اليمين الكنترول بتاع الصوت من الراكب اللي جنبك، ممكن تقفل منه الشاشه. تقريبا نفس التقسيمه بتاعت البيوردهات العاديه. الكاب هولدر برضو طبيعيين جدا، ولا هنا مساحه تخزين لطيفه مش كبيره قوي، مقبوله جدا ما فيهاش اي حاجه مميزه. تحت هنا هتلاقي برضو في مساحه تخزين، بالاضافه بقى الى ايه شويه اليو اس بيات وفتحات بتاعه الفتحه بتاعه ال 12 فولت. طابلوه مختلف شويه من بي اي دي المره دي، حاجه مختلفه شويه من بي اي دي. طيب ايه بقى يعني ايه اللي موجود في العربيه دي مش موجود في كل يعني في السونجات؟ العربيه دي هتنافس على او بتلعب مع الهاي اند. الهاي اند اللي هم مين؟ بتلعب مع التانجو والهان، ما بتلعبش مع او السيل، ما بتلعبش خالص مع اي سونجات. يعني اسم سونج ده ما اعرفش ليه، بس هي مالهاش علاقه بالسونج، مالهاش علاقه باليوان، مالهاش علاقه بالفئات دي خالص. يعني انت هنا مثلا هتلاقي في كاميرا اللي هنا احنا جربناها قبل كده في الهان وجربناها في السيل. هتلاقي في كاميرا بتاعت الاي ار هنا اللي بتشوف انت صح نايم ولا منتبه على الطريق ولا لا، موجوده. العربيه دي التوب فيرجن هتلاقي فيها 11 ارباج و12 سماعه. الكراسي دي الكراسي اللي انا قاعد عليها دي فيها هيتنج وفنتيليشن ومساج، يعني تسخين وتبريد ومساج. بص فيها كل حاجه يعني حرفيا فيها كل حاجه. التوب فيرجن
في السونج ال عربيه يعني تقول عليها فخمه وانت مرتاح. هي زي الهان، يعني فاكر الهان كانت عامله ازاي؟ هي زي الهان بس عربيه اس يو في. فالسونج ال العربيه باللي انت شايفه ده هي بتوازن، تحاول توزن لك عنه تقدر بين اللكجري وبين حته فخامه. يعني انا شويه فخمه وشويه لكجري، يعني حته كده وحته كده. الكراسي زي ما قلت لك هتلاقي فيها مساج وهيتنج وفنتليشن وكل الحاجات اللي نفسك فيها دي. حاجات بقى الادفانسد بقى اللي الناس يحبها والناس لا، فقره الباب هنا مثلا لما تيجي تفتح الباب هتلاقي زرار اللي بيفتح الباب عندي، هتلاقيه زرار. الزرار ده طيب ايه؟ كهرباء طبعا. ففي سؤال مهم قوي، دي مثلا دي زي تسلا مثلا موديل 3، لو الكهرباء لو ما فيش كهرباء او ال 12 فولت فاصله او اي حصل اي حاجه ظروف، فانت هتلاقي تحت في ايد مانيوال تشدها بايدك تفتح الباب زيها زي اي حته، بس تلاقيها مستخبيه كده تحت. لو انت اصلا ايه مش مركز في العربيه او مش صاحب العربيه ممكن ما تعرفهاش عادي على فكره. مش ازمه خالص الموضوع، مش باينه، هي مخفيه خالص. بس انت ممكن تفتح منها الباب لو انت مش عايز تستعمل الزرار العادي، الزرار الطبيعي اللي احنا اللي موجود في العربيه، او في مثلا مشكله مش عارف تستعمله، مش عارف مفيش بطاريه 12 فولت، البطاريه خلصانه، اي حاجه من الحاجات دي آه، ممكن تستعمل المفتاح المانيوال عادي. طيب ده غالبا كده كل الحاجات اللي قدام. تعالى نرجع ورا عشان نشوف السونج اللي عامله من ورا، بالاخص ان هي ليفت باك. الليفت باك دي تخوف شويه، بس خلينا نشوف يلا بينا. السونج اللي من ورا بقى تخوف ليه؟ لان عاده يعني الليفت باك، عوات الليفت باك دي تلاقي ساحات سقفها واقع على دماغي، فاهمني؟ يعني فانا ده اللي انا خايف منه، او لو كنت خايف منه بصراحه. انا شفت عربيه خلاص فده اللي انا كنت خايف منه اول ما اركب، او اول ما ركبت سونج ال ورا. بص هو الكرسي قدام مظبوط على قعدتي، مساحه الرجول واسعه جدا زي ما انت شايف، والاهم بقى مساحه الراس واسعه جدا. انت فاكر لما جربنا السيل برضو كان في هنا صباعين ولا حاجه لو فاكر؟ هنا لا، هنا انا عندي 4 صوابع تقريبا فوق دماغي لسه مرتاحه خالص. بس هنا السقف ما فيهوش ستار، يعني السقف كده بانوراما منك للسما على طول مفيش اي حاجه ايه في النص ولا اي حاجه تحجب يعني تشيل عنك الشمس. بس عن تجربه كل ملاك السيل اوريدي عندهم نفس القصه دي، ومحدش اشتكى خالص ان ده بيسخن. يعني كل الدنيا كلها لطيفه ومحدش عنده اي شكاوى خالص من الجزئيه دي. بس انا اعتب عليهم في حاجه بقى، ودي هتبقى ايه زياده، يعني حته زياده كده فزلكه. ايه بقى فزلكه؟ انا لما جربت الاي 7 مثلا كان في تعتيم ماشي، ولما جربت الزيكر 001 كان في تعتيم. بس خايف الاي 7 لان 7 هي نفس تقريبا الكاتيجوري، الفولكس الاي 7 نفس كاتيجوري السعر بتاع العربيه دي. كان في هنا تعتيم، يعني كان ايه ده ماشي، كان في تعتيم، كان في زرار تدوس عليه قدام زي ما كان فاتح السقف كده تسحب عليه كان يعتم لك الازاز بتاع مش يعتمه، اللي هو يخليه بلور، انت مش هتشوف حاجه، مفيش حاجه باينه، مفيش حاجه واضحه، مش شايف منه حاجه، فبالتالي هيضلل لك شويه جوه. فده كان مع الفاميه هيبقى احسن شويه، بس ستيل نفس الازاز ده تقريبا، وغالبا بنفس المساحات، وغالبا ستاندر نفس المقاس ده هو الازاز بتاع السيل. مفيش حد اشتكى منه خالص. ده هنا كمان احسن شويه، لان زي ما قلت لك احنا هنا في ايه شويه مساحات. هي العربيه ليفت باك بس انا ستيل عندي شويه مساحات. قعدت الكراسي لطيفه ومريحه خالص. قلت لك الكراسي سوفت عن الاول، يعني الكراسي دي سوفت عن حتى السيل بكتير. يعني شوف الفتحه دي نفس فتحه الهاند بالظبط بتاعت الكاب هولدر دي، هي بتاعت الهاند. والله فكرتني بايه ذكريات. وهنا الحته القطوفه دي تخزن فيها شويه حاجات. هي عربيه هان، الشاشه نفس شاشه الهام بالظبط. هي السونج ال هي هام بس اس يو في باختصار. يعني لو عايز تقفل الفيديو دلوقتي اقفل خلاص. السونج ال هي بي دي هان بس عربيه اس يو في من جوه ومن بره. هي هان، هي بي دي هان. عندك كنترول بتاع التكييف هنا، فتحتين تكييف، وتحتيها هتلاقي ايه اليو اس بي سي واليو اس بي العاديه. ما فيش حاجه تاني. الفيو هنا تحفه طبعا عشان دي على طول مفتوحه ماشي. انت بس لو عايز تنام ورا مش تعرف من الشمس لو في شمس يعني. انما في البلاد اللي احنا فيها دلوقتي انا ما شفت الشمس والله العظيم. الشمس ما فيش تقريبا، مش موجود، كلها تلج في تلج. المهم فاوفرول المساحه ورا جميله. الخامات برضو نفس الخامات اللي قدام على فكره. يعني انا يعني دايما باخد بالي قوي، لان بحس ان ايه ساعات بيستنصحوا ويخلوا خامات في الكراسي اللي ورا او في بيبان الكراسي اللي ورا مش اعلى حاجه. يعني هقول لك خلاص احنا بقى ايه هنراضي الراجل اللي هيسوق، اللي هو غالبا هو دافع فلوس عربيه، فمش هنزعله وهنحط له بلاستيك، هنحط له جوه قدام جلد ونحط ناس برضه اي حاجه. لا مفيش اي تنازل في الخامات. وديزاين تقريبا برضه هو. فبص يعني دلع قدام ورا. عربيه ممتازه. هي هان، يعني هي عربيه هان بس اس يو في.
طيب كل ده حلو، يعني احنا كل الحاجات اللي قلناها دي جميله وحلوه. طب احنا هنعمل تيست درايف. تيست درايف انا متشوق ليه؟ لان انا يعني عندي مشكله. انا على فكره يعني ما تقولش حد، انا عندي مشكله مع اغلب عربيات بي واي دي الاس يو في يعني ما عدا يمكن اليوم بلس. عشان كده حتى انا كنت فكرت فيها في وقت من الاوقات، يعني ما عدا اليوم بلس، لان عندي مشكله مع اغلب الحاجات الاس يو في بتاعت بي واي دي، انها ما بتبقاش عربيه فيت قوي للجري، او ما بتبقاش ستيبل قوي، والهاندلنج بتاعها ما بيبقاش احلى حاجه. بس بما ان دي عربيه مش اس يو في قوي، يعني احنا بنتكلم في عربيه ليفت باك، عربيه سبورت باك، وعربيه حاجه كده من فئه البي ام دبليو اكس 4، فهي مش عربيه سبورت قوي، يعني هي مش عربيه، مش قصدي مش عربيه اس يو في قوي، هي عربيه ممكن نجري بيها، فاحنا هنجرب نجري بيها وربنا يستر. بس انا اتوقع ان شاء الله ان شاء الله سونج ال هتبقى عربيه ستيبل قوي على الارض، وهتبقى عربيه حلوه، يعني لا هيبقى تجربه سواقه حلوه ومختلفه عن اي عربيه اس يو في انا جربتها من بي واي دي. فيلا بينا نعمل تيست درايف ونشوف بقى الدنيا فيها ايه في البي واي دي السونج ال. يلا بينا. لما تيجي يعني اول حاجه هتحسها لما تركب السونج، يعني في الاجواء الصعبه والثلجيه دي، احنا ماشيين حرفيا على ثلج دلوقتي. بس يعني انا اول ما ركبت السونج اتبسطت. يعني ليه اتبسطت؟ سونج ال اتبسطت ليه؟ لان كان نفسي، لو فاكر لسه يعني لسه منزلين ريفيو بتاع السيل قريب جدا. لما جربنا السيل كنت حاببها قوي، بس كان نفسي حاجه زيها عاليه شويه. انا حاسس دلوقتي ان انا راكب سيل، يعني دي شبه السيل قوي في طريقه السواقه وفي القعده وفي البوزيشن، وعارف انا قاعد مبسوط قاعد مرتاح، يعني في وسط التلج اللي احنا ماشيين فيه ده، وانا مش قلقان، يعني مش حاسس ان العربيه بتروح مني في حته غلط. يعني بص، ساعة التلج الموضوع سهل، الفرامل كويسه، كل حاجه شغاله كويس جدا في عز التلج. يعني دي ظروف احنا مش هنتعرض لها في مصر مهما حصل، دي ظروف مش بتاعتنا، احنا مش هنقابل الكلام ده عندنا في مصر. بس رغم كده العربيه جميله. فاحساس السونج هو احساس عربيه سيدان، يعني مش احساس عربيه اس يو في خالص، يعني ملوش اي علاقه بالسونج العاديه، ملوش اي علاقه تماما اكيد بحاجه زي السونج، حاجه زي التانج مثلا، بارتفاعات التانج واحجام التانج، ملوش اي علاقه. فاحنا ماشيين في قلب التلج اهو، والعربيه ستيبل، العربيه جميله، العربيه كل حاجه فيها مظبوطه، حتى الفرامل بص في نص التلج دي فرامل بيقول لك اي بي اس شغال، وكل حاجه زي الفل، العربيه بتقف في مكانها صح. ف تجربه السواقه هنا حلوه ومختلفه. بالنسبه لي بنتكلم على تجربه السواقه، فالهاندلنج هنا تحفه، الهاندلنج هنا حلو قوي. قلت لك هي عربيه سيدان، هي اقرب للعربيه السيدان. انا مجرب نسخه الفور وي دلوقتي، موتورين بيطلعوا حوالي 520 حصان، 670 نيوتن متر، من 0 ل 100 في 4 ثواني.3. الهاندلنج بتاعها ممتاز، العربيه بتروح في المكان اللي انت عايزه بالظبط. يمكن على فكره انا من الناس اللي كنت ما عجبنيش قوي الهاندلنج بتاع التانج مثلا، لو فاكرين زمان من 2020 لما جربت التانج قلت هي مش احلى حاجه في الهاندلنج، او ما كانتش اثبت حاجه على السرعات العاليه. ولما جربت حاجه زي اليوم برو مثلا، كانت كنزه برضه ما كانتش ستيبل، ما كانتش احسن حاجه. ففي حاجات ما كانتش كويسه على فكره من بي واي دي مش كل حاجه بيعملوها كانت تبقى بيرفكت يعني. بس العربيه دي معموله عشان كده، عربيه بالسقف الكوبيه ده او الليفت باك زي ما بيقولوا عليه، معموله عشان خاطر شويه اللعب، شويه الفرهده دي. فهي العربيه سواقتها لذيذه قوي 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 قوي. الهاندل كويس، الاستابيليتي كويس، السبويلر اللي بيفتح ورا برضه لذيذ قوي، يعني حركه لطيفه، ما اعتقدش ان هي هتفرق خالص في استابيليتي حاجه، بس السبويلر حلو، يعني فكره حلوه، ووجودها مدي العربيه شويه ايه شياكه، وشويه ايه صياعه كده ايه مختلفه عن اي عربيه تانية في حجمها او في شكلها. بالنسبه لي السيفتي، فكل بقى نفسك في اي اس بي، اي بي دي، اي بي اس، كل الحاجات الجميله دي هتلاقيها بالتاكيد موجوده في قلب السونج ال. آه، بالنسبه لانظمه التعليق، فقدام هتلاقي ماك فيرسون عادي خالص ماشي، وورا هتلاقي مالتي لينك لو نسخه الموتور الواحد، يعني نسخه الموتور الواحد بتيجي بدافع خلفي مش جر امامي. انما النسخه اللي معانا دي موتورين، فتلاقي موتور قدام وموتور ورا، وده هيساعد على فكره اكتر، ستيبل اكتر، العربيه لما تبقى اول ويل درايف تبقى ستيبل اكتر من العربيات الموتور الواحد. القعده اوفرول مريحه، مش مزعجه خالص، مش حاسس ان انا قاعد في عربيه سيدان. يعني بص، المسافه بيني وبين بين راسي وبين السقف قد ايه، مسافه كبيره، فانا حاسس ان انا قاعد، انا مرتاح قاعد مبسوط. وفي كام لمسه كده سبورتيف قوي في العربيه، خليني حاسس العربيه حلوه، العربيه حلوه وستيبل. واي حد كان نفسه، يعني انا والله من الناس دي جدا، لان انا كان نفسي حاجه زي السيل بس اس يو في. يعني كده كده السيل اس يو في جايه تحت اسم سي لاين قريب، مش قريب قوي، يعني هم لسه اعلنوا عن ايه صوره كده ولا صورتين ليها.
لحد ما نشوف هتنزل لنا امتى. بس يعني اللي كان نفسه في هان اس يو في، فاكرين الهان؟ الهان كانت تجربه سواقه رائعه رائعه، بس عربيه سيدان. يعني هي ده كانت كل مشكلتها في الحياه، ان هي عربيه سيدان. لو كانت عربيه اس يو في كانت كل حاجه هتبقى فيها حلوه. وده بالظبط اللي حصل في السونج ال. فالسونج دي ملهاش اي علاقه بالسونج العاديه بتاعت السونج شامبيون بتاعتي، ملهاش اي علاقه بالسونج دي خالص. فرق السما من الارض، وبالاخص في طريقه واسلوب السواقه. طيب بالنسبه للاسعار، فالعربيه دي يعني عشان ما وصلتش لسه السعر اكرت فيها. على فكره العربيه لسه مفتوح لها تيست درايف، مش مفتوح لها اصلا تيست درايف. يعني العربيه دي لسه مفتوح لها تيست درايف، طالعين نجربها. حتى العربيه دي مش مرخصه ومش مفتوح ان احنا نحجز تيست درايف. كل ده يعني بشويه ايه، وسطات كده، شويه معارف عشان نعرف نجرب العربيات دي قبل اصلا ما تفتح يجربوها او اي حد يجربها. ف لا، اسعار الاكرت يعني حاول وقت الفيديو ما ينزل اكون في اسعار هكتبها لك. وبرده لو ما لقيتش في اسعار على الفيديو هتبقى احنا لسه بننشر الاسعار. بس ممكن تكلم بقى ايه الهوت لاين او الرقم اللي هيبقى عندك على الشاشه، هو هيساعدك ويقول لك سعر العربيه دي كام بالظبط وتفاصيلها ايه، وهيساعدك تعرف يعني كل حاجه محتاجها عن البي او دي سونج ال. اوفرول سونج ال عربيه ينفع اقول عليها رياضيه وانا مرتاح وانا مطمن. يعني كستابيليتي كهاندلنج وككل حاجه، ينفع نقول عليها عربيه رياضيه جدا ومريحه جدا، ورياضيه بمساحات كبيره. يعني عربيه رياضيه بمساحات كبيره، وبالاخص نسخه الفور دبليو دي. فالسونج ال واحنا ماشيين دلوقتي على 120 تقريبا، عربيه ممتازه، هاندل كويس زي ما انت شايف، مش صعب خالص، عربيه بسيطه 130. الموضوع سموث ولذيذ ولطيف جدا في السونج ال. فهي تجربه سواقه مختلفه ومميزه. يمكن دي من احلى العربيات في السواقه اللي جربتها من بي واي دي، هي والسيل. لان هي العربيه دي حرفيا بتيجي بنفس الباور ترين ونفس تقريبا الارقام والمواصفات بتاعه البي واي دي سيل. وبس كده. يعني دي كانت ريفيو كده سريع بسيط، ومش سريع قوي، مش عارف يبقى سريع ولا لا. بس المهم ده كان ريفيو فيه كل تفاصيل البي او دي السونج ال. اتمنى اكون حاولت اغطي او عرفت اغطي كل النقاط، ويكون العربيه عجبتكم والريفيو عجبكم. السلام عليكم.